انا جاي لك بفكره هتغير مفهومك تماما عن الاعتذار. عمرك سألت نفسك ليه في ناس بتعتذر لكن انت مش قادر تسامحهم؟ الموضوع باختصار مش ان اعتذارهم كان قليل، الموضوع كله ان مخك بيفرق بين نوعين من الاعتذار من غير انت ما تاخد بالك. ممكن واحد يقول لك اسف لكن وانت سامعه تحس ان الكلمه فاضيه، وفي نفس الوقت شخص تاني يعتذر بنفس الكلمه وتحس ان هو صادق من جوه. الفرق مش في كلمه اسف، خد بالك، الفرق ان مخك بيدور على حاجه اهم. هل الشخص فعلا فهم كميه الوجع والاذى اللي سببها لي، ولا هو بس مجرد بيعتذر عشان ينهي الموقف؟ عشان كده الاعتذار الحقيقي مش مجرد اعتراف بالخطأ او حاجه، الاعتذار الحقيقي هو ان الشخص التاني يحس انك فهمت الوجع اللي سببته له. وده السبب ان ناس كتير جدا بتكرر نفس الغلط وبعد كل مره يجي يقول لك اسف، وللاسف تفضل العلاقه ماشيه كده لحد ما كل الدوافع اللي فيها تتكسر. مش لان الاعتذار اتقال ولا حاجه، لا، لان اللي اعتذر ما فهمش كميه الاذى اللي سببها لك. تخيل مثلا انك كسرت تليفون واحد صاحبك وقلت له انا اسف وخلاص، اكيد مش هيكون بنفس تاثير مثلا انك تقول له انا عارف ان اللي حصل ده يا صاحبي عطلك وضايقك وانا فعلا متاسف ومتحمل المسؤوليه. الكلمتين دول اعتذار زي كلمه اسف بالظبط، لكن تاثيرهم مختلف تماما. الناس مش بتسامح الكلمات، الناس بتقدر فعلا تسامح الاحساس اللي ورا الكلمات.